اتجه على حاجات تفيدك مش حاجات تضرك. بعد ال90 يوم من التوقف بيتحول الموضوع عندك من مجهود لأسلوب حياة، مش مقاومة بقى طول الوقت، لكن اختيار واعي. زي ما قلت لك انت اللي بتحكم في نفسك. ماذا لو توقفت عن العادة السرية؟ ايه اللي هيحصل لو انت توقفت عن العادة السرية؟ بص يا صديقي، التوقف عن العادة السرية ده مش قرار بسيط بس مش مستحيل، ومش تجربة نفسية بس، ده تغيير بيأثر على جسمك وعقلك ونفسيتك وطريقة العيشة بتاعتك. واللي انا هقوله لك دلوقتي مش مبالغة ولا وعود وهمية، لا، دي تغيرات واقعية وحصلت مع ناس كتيرة. التغيرات ديت مش بتيجي فجأة، مش زرار هتقفله وتفتحه خلاص انت كده اتغيرت. مش هتحصل في يوم وليلة يعني بمعنى أصح، لكن هي بتظهر واحدة واحدة بالتدريج. بس مع الاستمرار في التوقف، أهم حاجة إنك أنت تكون مستمر في طريقك. في بداية التعافي انت ممكن تحس ان مفيش فيه فرق كبير، بس ده طبيعي جدا. ليه؟ لان جسمك وعقلك محتاجين وقت عشان يتأقلموا على الوضع الجديد. مع الوقت هتبدأ انت تلاحظ ان تفكيرك بقى اهدى، وانك انت بتعرف تركز لفترة اطول. ده غير زمان من غير مجهود كبير. انت لما كنت بتيجي زمان تفكر كده بتبقى يعني خلاص هتحس فرق ما بين زمان وبين دلوقتي. هتلاقي ان في مجهود كده كان بيحصل لك وانت بتفكر، مش عارف تفكر اصلا. لا بس دلوقتي هيبقى تبدأ انك تحس كده بتفكر كده بدماغك وبعقلك، هتحس بفرق كبير جدا. الضغط الداخلي اللي كان موجود جواك طول الوقت بيبدأ يقل بالتدريج، حتى لو انت مش واخد بالك من اللحظة اللي هو اختفى فيها. كمان احساسك بنفسك بيبدأ يتغير، بس ما بيتغيرش كأنه غرور، لكن احترامك لنفسك نابع من انك انت قادر تلتزم بقرار انت اخدته. بتحس انك انت ماسك امورك، متحكم في نفسك، وان قرارك بقى واضح، ما بتبقاش مندفع، مش نتيجة اندفاع او عادة قديمة انت كنت بتعملها. التوقف بيساعدك انك انت تفهم نفسك بشكل عميق الى ابعد الحدود. تفهم امتى انت بتكون محتاج ترتاح، وامتى انت بتكون محتاج انك انت تتغير، او محتاج انك انت تتحرك، او محتاج ان انت تطور من نفسك، او محتاج انك انت تعمل اي حاجة انت كان نفسك تعملها ومش عارف تعملها. ومع الاستمرار حياتك نفسها بتبقى ابسط، مش لان المشاكل اختفت، لا، عشان انت بقيت شخص هادي وشخص قوي في التعامل مع الامور دي. انت اللي متحكم فيه. خليني اقول لك، اول ايام بعد التوقف جسمك بيبدأ يلاحظ ان في عادات اتغيرت، ودي حاجة طبيعية جدا. ممكن تحس بقى بشوية توتر، بشوية ملل، بشوية رغبة كده في انك انت ترجع تاني. بتحس بشوية عدم راحة كده، ما انتش مرتاح. بس الحاجات دي كلها طبعا مؤقتة، بس مش معناه ان في حاجة غلط مثلا جواك، لكن هو معناه بس ان انت جسمك كان متعود على حاجة او متعود على نمط معين، وبيحاول يتعود على الوضع الجديد. بعد حوالي أسبوع بتبدأ أنت تلاحظ فرق بسيط في النوم، في الإحساس، في النشاط. نومك بيبقى أهدى، مبيبقاش زي زمان. إحساسك تعب وبالإرهاق بدأ يقل شوية، ونشاطك اليومي بدأ يزيد. بس ده مش طفرة، لكن ده فرق تراكمي مهم جدا جدا. لازم أن تاخد بالك من الحاجات دي كويس جدا جدا، لأنك انت طول ما انت ماشي صح هتتعافى صح. بعد أسبوعين أو بعد 14 يوم عقلك بيبدأ يهدى، بتحس بقى بتركيز احسن، بتحس بتفكير اوضح، بتعرف تفكر. بس خليني اقول لك ان في ناس كتيرة كانت مشتتة دايما ومتعودة على كده. تأثير توقف على الارادة ديت واحدة من اهم الحاجات اللي بتحصل. قوة الارادة تبدأ تزيد كل مرة انت بتعدي فيها من غير ما ترجع لعاداتك القديمة. ثقتك بنفسك بتعلى شوية بشوية، وده ينعكس على ايه؟ قراراتك والتزامك ونظرتك لنفسك. بعد 30 يوم من التوقف اغلب الناس بتحس بتغيير داخلي. احساسك بيكون عامل ازاي؟ بتحس انك انت مسيطر على نفسك اكتر، انت المسيطر. اقل ضغط داخلي عندك بتتلاشاه. رأيك في نفسك ونظرتك لنفسك بدأت تتغير، بتظهر في تصرفاتك حتى من غير يعني حد يلاحظ الكلام ده عليك. علاقاتك الاجتماعية، الموضوع ده بيأثر على علاقتك مع الناس.
بتبدأ تحس انك كده هادي في الكلام، التوتر اللي عندك بدأ يقل، ثقتك في نفسك بدأت تزداد. انت الاول بتكون يعني بيبقى عندك توتر كده وانت بتتكلم مع الناس، ما بيبقاش عندك ثقة اصلا وانت بتتكلم مع الناس، ما بتبقاش شخص هادي في الكلام، ما بتبقاش عارف انت بتقول ايه، بتقول اي كلام وخلاص، بتبقى عايز يعني عايز تمشي، عايز ما انتش عايز تواجه. لكن بعد شهر من التوقف الموضوع ده بيتحسن، هدوءك في الكلام بقى احسن، التوتر بدأ يقل، ثقتك في نفسك بدأت تعلى. بس ديت مش عشان انك انت اتغيرت كشخص، لا، عشان انت وقفت الموضوع ده، والموضوع ديت بدأت تتلاشى من عندك، عشان حملك اللي جواك اصلا الشال خلاص، انت مبقتش تعمل حاجه، مفيش حاجه عادت مسيطره عليك، انت اللي قلت مسيطر نفسك، انت القمانده بتاع نفسك، انت الكبير بتاع نفسك، مفيش حد كسر نفسك. اللي كان كسر نفسك هو اللي كان مخليك تعمل كده. مش معنى اللي كسر نفسك ان هو شخص اللي كسر نفسك، لا، انت اللي كسر نفسك بنفسك. بس صدقني الموضوع ده بيتحل بعد شهرين، الطاقة عندك بتبقى مستقرة، مزاجك بقى اهدى، تشتت عندك راح، يعني مش عايز اقول لك ان هو راح بنسبة 100%، بس خلينا نقول ان هو راح بنسبة 85%. الرغبة يعني عايز اقول لك ان الرغبة ما راحتش، الرغبة موجودة لكن مش مسيطرة عليك، لانك انت بقيت انت اللي مسيطر عليها، انت اللي بتقرر بقى. ومن هنا بيجي دور الانتكاسة، انك انت اللي تنتكس بنفسك، مش العادة هي اللي تخليك تنتكس، انت هنا المتحكم. ما تقوليش بقى اصل انا شهوة مش شهوة، لا، انت بقى في ايدك انك انت تنتكس، وفي ايدك انك انت تكمل في طريقك، يعني مالكش حجة من الاخر. نيجي هنا بقى لنقطة الفراغ او الوقت. وقتك كان بيضيع في تفكير وفي توتر وفي ضغط داخلي، التوقف بيرجع الوقت ده وتقدر انت تستغله في حاجات مفيدة جدا جدا. ما انت هتيجي تقول لي انت حاسس بفراغ بقى، هي الحاجة ديت هي اللي كانت مالية فراغك، فانت تبدأ تغير الفراغ ده تستغله بقى في حاجات تانية، تتعلم مهارة جديدة، تمارس رياضة، تشغل الوقت ده بقى. اصل انت لو ما شغلتش الوقت ده هو اللي هيرجع يشغلك من تاني، انت ما فيش حاجة في ايدك انك انت تعملها تشغل نفسك بيها. فانت هتقول لنفسك دي هي اللي كانت مسلية وقتي، لا يا حبيبي، لازم انت تغير نمط اللي انت كنت ماشي عليه، تبدأ تغير نشاطك، تجي على حاجات تفيدك مش حاجات تضرك. بعد ال90 يوم من التوقف بيتحول الموضوع عندك من مجهود لأسلوب حياة، مش مقاومة بقى طول الوقت، لكن اختيار واعي. زي ما قلت لك انت اللي بتحكم في نفسك. التأثير النفسي العام، التوقف مش علاج سحري، لكن بيشيل عامل ضغط كبير، عقلك بيرتاح ونفسك بتهدى، والتعامل مع المشاكل بيبقى أهدى. بعد 6 شهور تفكيرك بقى أوضح، قرارك هدى، اندفاعك مبقتش مندفع خلاص، وعيك هو اللي بقى أعلى. بعد سنة من الإقلاع بتبقى أنت محور حياتك لنفسك، ولا شغلك تفكير ولا شغلك أي حاجة، بتحس إنك أنت مختار مش مجبور مش مسيطر، وده أهم فرق. خلاصة التوقف عن العادة السرية بيحسن التركيز ويقوي الإرادة ويزود احترامك لنفسك وبيقلل عندك الضغط النفسي. زي ما قلت لك دي مش زرار، مش في يوم وليلة هتعمل الكلام ده، او مش زرار انت هتقفله وتفتحه، مش بالسهولة دي، لازم تسعى عشان تشوف النتيجة. متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي جديد بنقدمه على القناة، وشير الفيديو لغيرك عشان يستفاد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.